في الفيديو النهارده انا جايب لك معايا واحده من احلى واجمل البلوتوث سبيكر اللي موجوده على امازون واللي بدات تتباع مؤخرا. سعرها 1150 جنيه وهي من شركه اسمها اواي او اي واي، مش عارف بصراحه اسمها غريب قوي. بس احنا جايين النهارده نتفرج عليها كده ونعمل لها انبوكسنج سوا ونعمل لها ريفيو على السريع ونسمع صوتها مع بعض، وهقول لك في الاخر كويسه تشتريها ولا لا. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب ده البوكس بتاع السماعة اللي هي الترولي وايرلس. طبعا البراند بتاعها اسمه اواي، هي براند صيني، وكاتبين هنا وايرلس سبيكر ميني بورتبل اوت دور وايرلس سبيكر. من ضمن الفيتشرز اللذيذة اللي مكتوب عليها انها طبعا ووتر بروف وفيها لايتس تي دبليو اس والبلوتوث فيرجن بتاعها 5.2. من الناحية دي مفيش حاجة مكتوبة، من الناحية دي في الاربع الوان اللي بتنزل بيهم السماعة: الاسود واللون البلو هو اللي معانا النهارده، والريد واللون اللي هو شبه الميتال الميليتري دوت، شكله جميل برضو. وهنا مكتوب عليها شوية سبيكس كده بالعربي، اهمهم البلوتوث ال 5.1. السماعة دي 6 واط من حيث القوة بتاعتها او علو الصوت بتاعها. البطارية 1200 ملي امبير، بتشتغل من 5 ل 6 ساعات، وقت الشحن من 2 ل 3 ساعات. طيب انا عشان اكون صريح معاكم بصراحة انا ما جربتهاش لسه، انا بس هفتحها معاكم دلوقتي اهو، ولو حابين نعمل ريفيو مفصل عنها نستعملها لفترة طويلة يبقوا قولوا لنا في الكومنتس تحت. طيب كده العلبة ملهاش لازمة، خليها على جنب. اول حاجة بنلاقيها السماعة، طبعا باكجينج ضعيف قوي بربع جنيه، وده المنيوز اللي ما بتتقريش. وهنا عندنا وصلة تايب سي تو تايب ايه، هنا برضو ايه نفتحها كده. طبعا انا حابب اشكر صاحبي محمد ماهر، هو اللي اداني السماعه دي اني اصورها معايا في الفيديو بتاع النهارده. دي كده الوصله اهي، تايب ايه تو تايب سي. خلينا نخليها على جنب كده ونروح للسماعه نفسها بقى، واللي هي هنا حاطينها في بتاع بلاستيك كده ملهاش اي لازمه، وكيس بلاستيك برضو ملوش اي لازمه هو كمان. والسماعة شكلها بصراحة تحفة وليها وزن جميل قوي. وعايز اقول لكم يا جماعة الخامات بتاعتها يعني على سعرها لذيذة قوي، مصنوعة هنا كده من المش اللي شبه السماعات بتاعة جي بي ال. كان في سماعة كنا عاملينها في الفيديو اللي فوق هتلاقوها، كانت نفس اللون، ومن هنا حتى فيها الحركة بتاعة القماش ديت، شكلها حلو قوي. عندك من هنا بقى كده يعني الزراير الأساسية: الزرار بتاع الباور، الزرار اللي بيعمل بلاي وبوز ويخليها توصل بالبلوتوث، وعندك هنا المداخل الأساسية التايب سي واليو اس بي العادي، ومدخل لكارت الميموري هنفتحها دلوقتي نبص عليها. ومن هنا عندك زرارين، واحد بيعلي وواحد بيوطي الصوت. عندك من الحتة دي الجزء بتاع البيز اللي بيطلع وينزل، وهنا برضو نفس الكلام. الحتة دي من هنا كده تبان رابر ولكن هي بلاستيك بس، وبتتشال من هنا كده. طيب تعالى نفتح الجزء ده كده نبص على المكان بتاع الشحن. انا عايز اقول لكم ان هو بيتفتح بصعوبة قوي طبعا علشان يحمي من المية. ده مدخل التايب سي واليو اس بي اي، ومدخل تي اف، مش عارف تي اف دي مقصود بيها ايه، ولكن هي غالبا كارت الميموري. طيب دي بتتقفل كده بطريقه محكمه عشان السماعه تبقى مقاومه للميه. طيب تعالى نشغلها مع بعض. بص Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. اهو The Bluetooth device paired. بتنور كده اهي، شكلها لما بتنور وعلى طول عملت كونكشن او كونكت مع الموبايل بتاعي. طيب ده اخر فيديو عندنا على الشانل. في الفيديو بتاع النهارده انا جاي اكلمك عن مؤتمر ابل بتاع 9/9، واللي كنا عملنا له فيديو تسريبات هتلاقيه عندك في الاي اللي فوق. الفيديو قوي ابل عملت شويه حاجات جديده هنتكلم عنها ان شاء الله. وطبعا بقى في سلسله الايفونات الجديده، الايفون 16، عندنا ابل واتش 10، وعندنا ايربودز 4، وكذا برودكت هنتكلم عليهم في الفيديو بتاع النهارده. فتاكد قبل ما تبدا انك تنزل تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في الشانل عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصلك على طول. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طب
هنبدا كلامنا النهارده عن الابل واتش 10، وده الجيل العاشر واللي بان من اسمها يا جماعه، وحصل عليها شويه تحديثات وابجريدز ما حصلتش خالص. الساعه السنه دي جايه بشاشه بحجم اكبر ب 30% من الابل واتش 9 بتاعت السنه اللي فاتت. كنا عملنا له فيديو تسريبات، هتلاقيه عندك في الاي اللي فوق. طيب انت ممكن تعمل بلاي وبوست طبعا من الزرار وتعلي وتوطي زي ما احنا شفنا، ولكن خليني افهمك حاجه عن السماعه دي. السماعه دي يا جماعه الصوت مش بيخرج منها 360، يعني هو مش من كل الاتجاهات، هو من ناحيه واحده. بص الفيديو بتاع النهارده يا جماعه حماسي قوي. السماعه هنا كده بالظبط، ممكن خليني اوطي شويه. طبعا بقى في الصوت بيطلع من السماعه في الجزء ده بس كده. غير كده السماعه بس هو شكل، ده كله شكل مش اكتر، ما بيطلعش منه صوت. الصوت بيطلع من الناحيه دي بس. فكمان وزنها لذيذ. الكواليتي بتاعت الصوت بتاعتها بصراحه يعني متوسطه، مش اقوى حاجه، ولكن هي شكلها تحفه قوي. الوزن بتاعها لذيذ، واعتقد البطاريه بتاعتها مثلا هتبقى 5 ساعات، فمحترمه بصراحه انك تخرج بيها او كده. بالنسبه لسعرها ممتازه قوي. طيب زي ما سمعت صوتها وشفت كده الخامات بتاعتها على السريع، هي مصنوعه كويس قوي. سعر 1150 جنيه كويس عليها. انا لسه ما جربتهاش، ما جربتش البطاريه، ما جربتش اي حاجه فيها، ولكن مبدئيا هي شكلها ممتاز قوي. فلو حابب تشتريها هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.